اولا اوعي تسمعي صوت الباترفلايز اللي بتيجي كده في قلب الواحد لما يشوف حد معجب بيه قوي، اصله جذاب قوي، اصله فظيع، اصله يجنن، اصله شيك، اصله امور، اصل طريقه كلامه، اصل كده لما كده يتجاهلني. انت عرفتي السبب ان ليه بتحبي الناس اللي بتتجاهلك؟ من الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده. اوعي تسمعي كلام الفراشات دي. الفراشات دي مش حقيقيه. الفراشات دي، بصي، لما بندخل في علاقه بعد كده خلاص كل واحد فينا بيعتد التاني. انا هعتاد الشخص وهو هيعتدني. فالفراشات دي كده كده هتنام. فانت من الاول دوري على الشخص اللي يخلي الفراشات دي تستريح وتسترخي، مش تقعد تعمل كده. ماشي؟ مش دي علامة الحب، دي علامة اعجاب شديد هبل عبط. النهاردة موضوع مهم قوي، بنات كتير بتسأل عليه قوي، بنات كتير نفسها تفهم ليه بيحصل معاها كده، وهو ايه سر انجذابك؟ لو انت من النوع ده، ايه سر انجذابك للراجل السام، الراجل التوكسيك؟ ليه دايما بتدخلي في علاقات سامة؟ واللي بيجذبك الناس السامة، وازاي تتخلصي من ده؟ ازاي تفهمي ان العلاقة دي مش مريحة؟ وكمان ازاي تعملي ديتاتشنج، ازاي تفصلي نفسك نفسيا عن العلاقة دي، وازاي تعرفي تخلعي منها. احب اقولك ان في ناس كتير فاكرة انه الناس التوكسيك هي اللي بتنجذب لها. تمام، تمام، ممكن تكون عندك بعض الصفات اللي بتجذب ليكي الناس دي، ولكن هي في النهاية صفات عندك انت. لو انت اتخلصتي منها، افكار عندك انت، لو انت اتخلصتي منها هتبعدي الناس دي عنك، وهتعرفي ان انت يعني تخلي الناس الكويسة بس هي اللي تعرف تدخل حياتك، مش الناس السامة تستسهل الدخول لحياتك وتحاول استغلالك. فأول حاجة، ليه بتنجذبي للرجالة التوكسيك؟ وخلينا نتكلم بالذات عن علاقة الراجل بالست، عشان دي من أهم الحاجات اللي بتعور قوي. فليه بتنجذبي للناس دي؟ الحقيقة ان انا عرفت الكلام ده، هو طبعا في كذا سبب، بس من اهم الاسباب، وفعلا سمعتها من طبيب نفسي، وعارفين اللي هو ده فعلا. اعتقد بنسبة كبيرة قوي للبنات بتقع فيه، او حتى الرجالة على العكس بقى، لو راجل ليه بيقع مع ستات توكسيك. احاول ان انا اعمل علاقة نفس العلاقات او نفس صورة العلاقة اللي كانت في حياتي قبل كده واذتني، علشان فاكرة انه انا السبب. في اللاواعي انا فاكره انه انا السبب، وبحاول اعمل علاقه بنفس الظروف عشان انا ابذل المجهود اللي انا ما بذلتوش في العلاقه القديمه عشان اخلي العلاقه دي تنجح. ده دليل على مدى تعقيد النفس البشريه. انا ليه بحب قوي اطلع على الحاجات دي؟ فعلا النفس البشريه مثيره للاهتمام. ف لما انا بكون مريت بعلاقات سيئة، وخصوصا بقى علاقة الاب والام، خلينا واضحين، علاقتي بابويا او امي او علاقتك بابوكي او امك بتأثر بشكل كبير جدا. وعلى فكرة هنا انا مش بلوم الاهل خالص، مش وقت لوم نهائي، سواء كانوا مش بقصدهم وده بسبب قلة المعرفة، احنا جيل عنده معرفة، او كان بقصدهم التدمير ودي النسبة القليلة، فمش وقته خالص. انا دلوقتي شخص كبير وواعي وعاقل كفاية ان انا احسن من حياتي، اني انا اربي نفسي من اول وجديد. ودي حاجة ممكنة جدا على فكرة، الولد او البنت وهم اطفال. ودي حاجة برضو هتفهمك ليه بنبقى حاسين بالذنب. لما بنكون عندنا اباء سامين دايما بنحس ان احنا السبب. دايما الطفل بيحس ان هو السبب. واقول لك اكبر مثال على كده ايه؟ لما طفل بيكون عنده ضعف نظر من وهو طفل، اهالي كتير ما بتكتشفش غير لما اولادهم يبقوا كبار شويه، يعني في مرحله من مراحل الابتدائي مثلا او في اول سنين الابتدائي، تقول معقول ده كله ما اشتكاش انه مش شايف كويس؟ هو فاهم انه ده الطبيعي، هو ما شافش الكويس عشان يعرف ان اللي مش كويس شكله بلورد او مغبش، فهو بيبقى فاكر ان ده الطبيعي. لما احنا بنكون اطفال ويبقى عندنا مثلا مشاكل كبيره في البيت ما بين اهالينا بابا وماما او كده، بنحس هو احنا السبب، ونحاول ان احنا نصلح ما بينهم. لا، انا السبب، انا السبب في اللي هم فيه. لما بابا يعاملني وحش او ماما تعاملني وحش او حتى بقصد او بدون قصد، انا ببقى فاهم يبقى انا اللي غلطان، يبقى انا اللي غلطان. حتى الاطفال لما بتقاوم وكده، هو من جواه حس ما اكيد بابا وماما ده يعرف اكتر مني. ليه يا حبيبي؟ هو ما شافش الصح، ما شافش الاب والام الاسوياء عشان يتعلم انه ده تصرف غير سوي من بابا او ماما، فدايما بحسس ان هو السبب. فبنعمل علاقات جديده بنفس الشكل عشان بقى نعمل اللي احنا ما عملناهوش في الماضي، والعلاقه دي تتصلح، وبقى في علاقه اخيرا انا راضي عنها، انا بصلح اللي انا ما صلحتوش زمان بمعنى اصح.
وهناك أسباب أخرى زي مثلا عدم الثقة بالنفس، واللي ممكن تكون بسبب نفس الأسباب. فأقبل بأقل مما أستحق. كل إنسان فينا، إنسان عاقل وسوي فينا، يستحق إنه يعيش في علاقة سوية. وللاسف فعلا لما بيحصل تشوهات بنحس حتى ان العلاقات السويه ممله قوي، ما احنا واخدين على الشد والجذب وبتاع. فالعلاقات السويه بالنسبه لنا بتبقى ممكن تكون ممله او حاجه، لو انت من الناس اللي اتعودت على العلاقات التوكسيك. او الخوف من الوحده مثلا، خايفه ابقى وحيده فاسمح لنفسي الدخول في علاقات مؤذيه، وفاكره ان انا كده بحمي نفسي من الوحده. وفي الحقيقه انه ممكن تكون الوحده في بعض الاوقات ارحم بكتير من وجود علاقات سامه ومؤذيه في حياتنا. والسبب الاخير اني ممكن اكون بخدع نفسي. يعني مثلا عارفين الجوكر؟ شوفوا كان طيب مع مامته ازاي، في حين وعنده مشاكل من صغره خلته شخص، بس هو في النهايه شخص سيء. هو في النهايه شخص سيء. احنا بنتكلم بقى على الاشخاص اللي اغلب تصرفاتها سيئه وبيتخللها بعض المواقف الكويسه. فانا اقول ده جواه حد كويس؟ لا، اللي جواه حد كويس هو اللي اغلب صفاته كويسه وساعات بيغلط، مش العكس. او مثلا ده شخص كويس قوي مع مامته، اكيد جواه شخص كويس. ممكن يكون كويس مع مامته بس مش كويس معايا، اذا هو مش كويس بالنسبه لي. انا بتكلم عن الاشخاص بالنسبه لي كمان، مش بالنسبه لحد تاني. وخصوصا لو انا شخص كويس والناس معترفه ان انا شخص كويس، او الناس القريبين مني بيقولوا لي فعلا انا شخص كويس، اذا الشخص ده هو عنده مشكله معايا انا، يبقى الشخص ده المفروض اطلعه بره حياتي. ازاي بقى اتخلص من الاحساس ده؟ انا عرفت السبب. ازاي بقى اتخلص من انجذابي للاشخاص دي؟ اول حاجه اني اعرف السبب، واذا عرف السبب بطل العجب. لما انا ابقى عارفه ان انا بنجذب للشخص ده علشان فيه الصفات الفلانيه والفلانيه، والصفات دي شبه شخص توكسيك انا عشت معاه قبل كده، وان انا بحاول الاقي او ادور على نفس العلاقه عشان اصلحها، عشان اعالج الاحساس بالذنب اللي جوايا القديم من حاجه اصلا انا ماليش ذنب فيها، فاعرف انه انا مش في المكان الصح فاخلع. لما برضو ابقى شايفة ان اللي قدامي بيتلاعب بيا، يعني التلاعب واضح. التلاعب على فكرة مخفي بس واضح. ازاي؟ هو مخفي بالأدلة الواقعية، بالأدلة الملموسة، بس بنحس بيه جدا. مفيش حد على وجه الأرض ما بيحسش بالتلاعب، بتحسه إحساس غير مريح. التصرفات والكلام غير مريح. التصرفات والكلام يحتمل معنيين، ومش بقولك غير مريح يعني انت مش مبسوطة. على فكرة ممكن نكون مبسوطين، وايه اللي بيخلينا نكمل في علاقات توكسيك؟ ايه؟ ان احنا بنكون مبسوطين، بس ده انبساط لحظي. لكن انتي احساسك الداخلي حاسه ان في حاجه غلط، التصرفات فيها حاجه غلط، ولكن بتتجاهلي عشان انتي مبسوطه. الاحساس ده ما تتجاهليهوش. الاحساس بتاع او الاحساس اللي طالع من جوه، اللي طالع من روحك ده، ان في حاجه غلط، صدقيه. زي ما قلنا كده، التصرفات اللي تحتمل معنيين دي اللي بتخليكي كونفيوزد، بتخليكي مش فاهمه، او بتقعدي تقولي ما يمكن الناس المريحه بنرتاح في القعده معاهم. خلصت. الناس الكويسه معظم الوقت كويسه، محدش فينا ملاك، وساعات بيقعوا او بيغلطوا. خلصت. اغلب الوقت بحس اني مرتاحه في التعامل معاهم، مش محتاجه اقعد ابرر. من العلامات ان انا طول الوقت عايزه اقعد ابرر تصرفاتي، ابرر نظراتي، ابرر كلامي، هو انا عملت كذا غلط، هو انا قلت كذا غلط، هو انا بصيت بصه غلط كده. طول الوقت. مش طول الوقت انت حاسه براحه، وزي ما قلنا في سقطات عادي زي في حياه كل الناس. لا، ده هي طول الوقت او معظم الوقت انا عايزه ابرر. انا على صفيح ساخن. او في علامه صريحه جدا، وهو اني طول الوقت حاسه ان الشخص ده بيقلل مني بطريقه كلامه، بيقلل مني بانه ما بيحترمنيش وانا موجوده. مثلا بيقعد يبص على ستات كتير، وساعات رجاله بتبقى قاصده تعمل كده عشان يبين لها يعني انتي مش اجمل واحده في الدنيا، يعني ده ناس توكسيك قوي بقى. او راجل مريض بالستات. او انت وانت جنبه بتحسي انك قليله مهما كنتي كويسه او شكلك حلو او مهتمه بنفسك، او بتحسي انك قليله. او الاشخاص اللي بيبقوا شويه موجود ويدلدق حب، اظن دي علامه بقت واضحه لناس كتير قوي، ولكن من حلاوه اللحظات دي الناس بتتجاهل اللي بيحصل بعد كده، وهي القف ما بيبقاش موجود، فجاه بينسحب، لدرجه تفتكري مثلا ان هو قطع العلاقه بيكي من غير ما انت تبقي عارفه. واحده تقول لي مثلا ده خطيبي ما بيكلمنيش، بيقعد 3 4 ايام ما بيكلمنيش. ايوه، ده انسان مش كويس. لو هو مش بيهتم بيكي دلوقتي مش هيهتم بعدين. ممكن اراعي انه مشغول فاقول له مثلا وانبهه، لكن لو كررها تاني ما خلاص كده. انت مستنيه ايه؟ مستنيه علامه ايه تعرفي بيها ان الشخص ده مش كويس او مش كويس ليكي؟
او الاشخاص اللي بتستغلنا، هم عايزين طول الوقت يستفيدوا من وجودنا. لما بيبقوا زعلانين يجولنا، لما بيبقوا عايزين حاجة نعملها لهم. لكن احنا لما بنطلب مساعدتهم او نطلب منهم يقفوا جنبنا او حتى يأذرونا نفسيا لما نكون متضايقين، فجأة بنلاقي الاشخاص دي اتبخرت ومش موجودة. الاشخاص الاستغلالية دي من اكتر الناس التوكسيك. ازاي بقى ابعدهم عني؟ فبالتالي يقرب مني الناس الكويسة، لان زي ما قلت انا تصرفاتي هي اللي بتنعكس عليا. فالشخص التوكسيك يشوف الله دي حد اقدر استغله، فيجي يقرب مني. طب لو الصفات دي مش موجودة او انا عارفة او اوقف او اصد الشخص، بالتالي الاشخاص الكويسة بس هي اللي هيبقى عندها الاكسس انها تدخل، يعني هي اللي عندها ال 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 الموافقة انها تدخل، هي اللي معاها الكارنيه انها تدخل. ازاي اوقف انجذابي للناس دي؟ اول حاجة، لو انت لسه في مرحلة الاعجاب او الانجذاب وانت عرفتي ايه السبب اللي بيخليكي تنجذبي للناس دي، هم تصرفاتهم مش كويسة وكل الكلام ده، ازاي امنع نفسي ان انا اتمادى في حب الشخص ده او اتمادى في علاقة بعد كده توجع بقى؟ اولا، اوعي تسمعي صوت الباترفلايز اللي بتيجي كده في قلب الواحد لما يشوف حد معجب بيه قوي، اصله جذاب قوي، اصله فظيع، اصله يجنن، اصله شيك، اصله امور، اصل طريقه كلامه، اصل كده لما كده يتجاهلني. انت عرفتي السبب إن ليه بتحبي الناس اللي بتتجاهلك من الاسباب اللي احنا قلناها قبل كده. اوعي تسمعي كلام الفراشات دي. الفراشات دي مش حقيقيه. الفراشات دي بصي، لما بندخل في علاقه بعد كده خلاص كل واحد فينا بيعتد التاني. انا هعتاد الشخص وهو هيعتدني، فالفراشات دي كده كده هتنام. فانت من الاول دوري على الشخص اللي يخلي الفراشات دي تستريح وتسترخي، مش تقعد تعمل كده. ماشي؟ مش دي علامة الحب، دي علامة اعجاب شديد هبل عبط، او حب مثلا. ممكن نقول لو هو شخص يستاهل. لو هو شخص ما يستاهلش، لا نيمي الفراشات دي دلوقتي ودوري على الشخص اللي يخلي نفسيتك هادية ومرتاحة ومسترخية وانتي معاه، مش الشخص اللي واو فظيع يجنن مش قادرة. لا بلاش ده. دوري على اللي يريحك نفسيا، وتقدري تعملي ده من الأول. على فكرة محدش بيحب من أول نظرة، هو بيبقى إعجاب شديد من أول نظرة. أنا اللي بخليه يتطور للي بعد كده بكتر التأمل في الشخص، إني أتابع كل الأكاونتس بتاعته وأقعد أشوف صوره الفظيعة اللي معمول عليها إيديتنج دي تجنن. هو ده اللي بيخليني اتعلق بالشخص، اللي يخليني اتكلم معاه كتير واقرب منه اكتر، هو ده اللي بيخليني اتعلق بيه. فمن الاول ابعدي. طب لو انت بقى دخلتي جوه العلاقة المؤسفة دي تعملي ايه؟ قررتي ان انت تبعدي بس مش عارفة تلغيه من حياتك ازاي. اولا ابعديه عن نظرك، بعيد عن العين، بعيد عن القلب. صدقيني كل ما هتشوفيه كل ما هيصحي جواكي حاجة، لان دي حاجه مؤلمه وانا عارفه انها مؤلمه، بس لازم تتخلصي من علاقه. لو انت انسانه عاقله وعايزه حياتك تبقى احسن لازم تتخلصي من العلاقه دي. لو انت بقى مش عاقله ومش فارق معاكي ما تتخلصيش، خليكي بس انت اللي هتندمي. وزي ما قلنا كلنا بنغلط، ولكن احنا بنتكلم على الاشخاص اللي معظم تصرفاتهم معانا غلط، هو معظم حياته معايا غلط، فلازم اكات هيم اوف، لازم ابعده تماما. اولا تبعديه عن عينيكي بان انت تعملي له بلوك من على كل مواقع التواصل الاجتماعي. في ناس بتقول غلط ان احنا نعمل كده، بس الكلام ده لو احنا عايزين نرجع. لو احنا مش عايزين نرجع وعايزين نبعد الشخص ده عننا، يبقى لازم تبلكيه من كل حته. ما تشوفيش صوره، ما تشوفيش اخبار، ما تسمعيش عنه حاجه. الناس اللي بتتكلم عنه حاولي انت تنسحبي وتبعدي عنه تماما في الواقع، وما تستجيبيش لمحاولات الارجاع او ان انا هتغير وابقى احسن والكلام ده كله. كان اتغير من قبل كده، اكيد هو قالك الكلام ده قبل كده وبرضه ما اتغيرش. اكيد هو معظم تصرفاته سيئه وما بيتغيرش. الكلام ده ارجع لو الشخص هو مثلا عنده غلطه بيكررها كتير، او هو فيه صفات كتير قوي كويسه وصفاته كويسه غالبه صفاته اللي مش كويسه، فممكن نقول ممكن يبقى احسن. لكن لو هو كله صفات منيله ب60 نيله بس في حاجه واحده كويسه ولا حاجتين كويسين هم مصبرينك عليه، يبقى الشخص ده مش الشخص المناسب. وعشان تعرفي تعملي كده هاتي ورقه وسجلي كل عيوبه، سجلي كل المواقف الوحشه الكبيره والصغيره. ابتدي بالحاجات الكبيره قوي، الصفات الكبيره الوحشه والتصرفات الكبيره الوحشه والمواقف الكبيره، واكتبيها وشوفي قد ايه انت كنتي حاسه، او اكتبي انت قد ايه كنتي حاسه مثلا بمشاعر سيئه. ثم الاصغر فالاصغر. الصفات الحلوه بقى حطيها كده وشوفي هل تستاهل، واوعي تخدعي نفسك وتقولي تستاهل.
لان في النهايه زي ما قلت لك بنعتاد الشخص والشخص بيعتادنا. فاللي كفتها الطب هو اللي انت هتحسي بيه. المميزات كفتها طبت يبقى هو ده اللي انت هتحسي بيه بعد كده. العيوب كفتها طبت يبقى هو ده اللي انت هتحسي بيه بعد كده. والافضل ما تكتبيش مميزات، لو مميزات قليله ما تكتبيهاش، ملهاش لازمه. وكل لما تحسي بالضعف بصي على العيوب وعلى المواقف اللي انت كتبتيها دي من الحاجات الفعالة. اشغلي نفسك، اشغلي نفسك. الشخص ده طالع من حياتي يبقى املاه بحاجة، املاه بايه؟ انا اعرف مثلا ان املاه بحيوان اليف، بحيوانين اليف، حيوان اليف، حيوانين حيوانين املاها بنشاط. شوفي رياضة عايزة تعمليها، ليه لأ؟ يعني ليه بنبقى عارفين الحاجات اللي تخرجنا من اللي احنا فيه وما بنعملهاش؟ شوفي حاجة، شوفي تمرين جديد عايزة تتمرنيه، رياضة جديدة عايزة تعمليها، تارجت في جسمك عايزة توصلي له، رسم. الكتب بتاعت التلوين بتاعت الكبار دي، مش عارفة انتوا عارفينها ولا لا، بس في حاجات للكبار كده تلوين وبتاع، بتطلعي فيها طاقة وتطلعي فيها كده، توقفي فيها أفكارك السلبية. املي وقتك بناس كويسة. اكيد اكيد في حد في حياتنا كويس، يعني عشان نبقى واقعيين لازم لما اشيل شخص من حياتي ممكن املى الفراغ ده زي ما قلنا بحيوان، بهواية، بشخص انا بحبه بيحبني، جدي لو موجود، عمي عمتي، بابا ماما، اخويا، بنت عمي، يعني شوفوا شخص، صديقة. شوفوا شخص انتوا بتحسوا بان هو بتحسوا براحه وانتوا مع الشخص ده، واملوا حياتكم بيه مثلا، وجهوا له مشاعر الحب دي. على فكره من الحاجات اللي احنا بنغلط فيها ان احنا ما بنوجهش مشاعر الحب بتاعتنا لشخص يستاهل. احنا دايما بنبقى عايزين نثبت نفسنا للناس اللي ما تستاهلش. اللي ما بيحبكيش مش هيحبك، واللي ما بيتعاملش معاكي كويس مش هيتعامل معاكي كويس. خلاص، طالما نبهتيه مره واتنين خلاص، يعني حاولي تموف اون بقى. شوفي اللي بعده. وجهي مشاعرك لناس انت لما توجهي لهم مشاعرك بتلاقي مقابل. واطلبي الدعم، مش عيب. لو انت حاسه ان انت مش قادره مع ده كله، فيها ايه لما تكلمي اخصائي نفسي او اخصائيه نفسيه، او حاولي ان انت تتواصلي مع حد يديكي من خبراته اكتر. شوفي فيديوهات. لو ما عندكيش فلوس تعملي، شوفي فيديوهات كتير. شوفي ناس تعرف تساعدك تخرجي من ده، شوفي ناس تعرف تخليكي تديكي افكار ازاي تتخلصي من الاحساس السلبي ده بان انت لسه متعلقه بشخص السلبي. سيبي مكان للناس الكويسه تدخل حياتك. طول ما انا في حياتي اشخاص سلبيين، غير ان هم بيدمروني انا وبيحبطوني انا وبيكسروني انا، انت مش سايبه مكان للناس الكويسه تخش. سيبي مكان، سيبي براح. وما تفكريش، ما تقعديش ما تستنيش. اشتغلي على نفسك والناس الكويسه هتقرب لوحدها. يوما ما هتلاقي حد كويس داخل يخبط على بابك ويقولك انا هنا. وربنا يعينك لو انتي، مش حاجه سهله، اكيد مش حاجه سهله، ولكن نفسيتك وصحتك النفسيه وحياتك تستاهل انك تتعبلها شويه. وبس كده. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد على خير. بحبك جدا. باي باي.